ورجعنا تاني عشان نفتح الباب ونكمل حكاية من حكايتنا، حكاية ورا كل باب. ورجعنا تاني وفتحنا الباب وطلعنا حكايتنا، حكاية اللي وقف جنب أمه وأبوه من صغره، من وهو عنده 13 سنة، وشال المسؤولية والحمل معاهم، وساعدهم في تربية إخواته البنات التلاتة وتعليمهم وجهازهم وجوازهم. حتى بعد وفاة أمه وأبوه كان بالنسبة لإخواته كل حاجة، عمره ما قصر معاهم لحد ما جات له فرصة للسفر، وكان عمره خلاص بدأ يكبر ويتقال عليه الواد كبر وعنس، زي ما بيقولوا على البنت كبرت وعنست. عدت 37 وسافر الخارج وقعد 5 سنين يشتغل ويشقى ويعمل قرش، وبعد ال5 سنين نزل بلده تاني ولقى اخواته حبايبه في انتظاره. المرة دي بقى مش هنسيبك لوحدك، لازم تتجوز، لازم يكون لك بيت وأسرة، خلاص بقى عندك 42 سنة. وفضلوا يدوروا له، وبدأت رحلة البحث عن عروسة لحد ما واحدة من اخواته البنات جابت له بنت مؤدبة وهادية وصغيرة وجميلة، وتمت الجوازة برغم ان ظهر في بدايتها طمع البنت وامهم لما اصروا انها تاخد شقة في حي راقي زي الزمالك. وفعلا لان اتعلق بالبنت قال لنفسه وقال لاخواته، هو انا كنت بشقى ليه؟ مش عشان القرش ده اتمتع بيه؟ والشقة دي ما هي متعة برضو ليا، ولادي يطلعوا يلاقوا نفسهم في بيئة راقية. واشترى الشقة وراح وعمل فرح، وكانت ليلة جميلة، هو والعروسة واخواته واهله واهلها، وكل المعازيم فرحانين، لا بطلوا رقص ولا غنى. وخد عروسته وراح شقته، ويوم الصباحية اتصل بأخته الصبح، صباحية مباركة ولا مباركة ولا نيلة. بنت اتخضت، في ايه؟ حصل ايه؟ مالك بتتكلم كده ليه؟ قال لها ولا حاجة. فضلنا مزقططين وفرحانين حتى واحنا في العربية مروحين، كانت عمالة ترقص وتسقف وتغني. كل ده اختفى بمجرد ما البواب فتح لنا باب الأسانسير ودخلنا جواه، وكأن الحال اتبدل. ودخلنا الشقة ودموعها مغرقة وشها وحالها كرب الكرب، وجريت على الأوضة وقفلت على نفسها. أنا قلت يمكن بتدلع. أخت ضحكت وقالت له لا، خجلانة، ما هي لسه صغيرة وكل عروسة بيحصل لها كده، كلنا اتدلعنا واتبغددنا وعملنا كده. قال لها واتدلعتوا لحد تاني يوم؟ الهانم قافلة على نفسها من بالليل وعياط هستيري، واللي عليها مش عايزة اشوف حد، مش عايزة اتكلم مع حد، كفاية بقى كفاية بقى. اخته قالت له هو ايه اللي كفاية؟ طب ايه اللي حصل بينكم؟ قال لها ما لحقناش يحصل حاجة، بقولك دخلت من باب الشقة على باب الأوضة بتاعتها وقفلت على نفسها. كل شوية أروح أخبط عليها وسايس فيها ودلع فيها وقال لها لو انت خايفة وقلقانة مني ما تقلقيش، اطلعي نتعشى سوا ونقعد نتكلم شوية ونامي براحتك. وحاولت أطمنها كتير، لكن كانت بتصرخ من ورا الباب وهي معلقة على كلمة مش عايزة أشوف حد، مش عايزة أكلم حد، ابعدوا عني بقى. هما مين اللي يبعدوا؟ هي ملبوسة ولا ايه؟ عموما أنا جاية لك، بس وأنا جاية لك هعدي على أمها وأجيبها واجي. إن كان دلع مقدور عليه، إن كان حاجة تانية أمها تحلها. مع السلامة.
وقفلت السكة مع أخوها ونزلت فعلا وراحت لأم البنت وحكت لها. والأم اتشنكت واتعصبت وقالت لأ، ده دلع ماسخ، ما اتصلش عليا ليه؟ أنا نازلة معاكي والله لوريها شغلها. وخدت الأم ونزلوا، وفضلت الأم تتكلم وتحكي وترغي في حوارات كتير والفرح والمعازيم، وفلانة كانت لابسة وفلانة كانت بتضحك وفلانة كانت غيرانة من بنتي وفلانة حقدت وحسدت بنتي. ما يمكن البنت اتحسدت، والأخت مجرياها شوية ترد وشوية تسمع، والأم لك 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 لحد العمارة. وعند باب العمارة الحال اتبدل زي بنتها. هو باب العمارة مرشش لهم فيه سحر ولا ايه؟ فجأة سكتت خالص، وبدأت تتلخبط في الكلام وتتلكلك. كل ما اخت العريس هي اللي تحاول تنكشها أثناء انتظارهم للأسانسير، تلاقي عينيها في حتة تانية خالص وكأنها مرتبكة. عينيها كانت فين؟ سبحان الله، عينيها على البوابة والبواب. كمان لاحظت ان البواب بصلها كأنه بيبصلها بسخرية وتحدي، والست بتبصله بغيظ وبغل، وتبادلوا النظرات وطلعوا الشقة وهي برضو متبرجلة. ودخلت اللي كانت منفعلة قوي وهعمل واسوي فيها، بدأت تتكلم بهدوء خالص. بنتي حبيبتي فين؟ ما هي أم برضو وتخاف على بنتها. جوه في أوضتها، والأخت سلمت على أخوها وشافت شكله اتبدل من بالليل للصبح، واللي كان في وسط الشباب أصغر منهم بقى دلوقتي قد أبوهم، كأن الكام ساعة دول بدلوا حاله. وقعدت مع أخوها، والأم خبطت على بنتها، وقبل ما تعرف هي مين قالت نفس الجملتين: حدش ليه دعوة بيا، محدش يتكلم معايا، مش عايزة أشوف حد، كفاية بقى، افتحي يا حبيبة ماما، أنا ماما. بسرعة الباب اتفتح، وفي لحظة الأم هي اللي قفلته وخدت بنتها في حضنها وقعدوا، والقعدة طولت، والبنت وأخوها قاعدين برا في انتظار المشاورات. وتسأل أخوها تاني: ضايقتها؟ كلمتها؟ ايه اللي حصل لها؟ نفس الكلام. فضلنا كويسين لحد ما البواب فتح لنا باب الأسانسير وتبدل حالها. كلمة البواب لفتت نظر أخته وقالت: هو في ايه؟ المهم خرجت الأم من الأوضة وبنتها في ايديها مغيرة فستانها ولابسة طقم شيك، بتحاول تبتسم. والأم قعدتها جنب عريسها وقالت له: يا أخويا، البت كانت مكسوفة، البت بس مش واخدة عليك، وأول ما بقيتوا لوحديكوا اللي بيحصل لكل البنات حصل لها، وخافت شوية، كانت بس عايزة حد يطمنها. طمنتيها؟ يا حبيبتي طمنتها. يلا انا وانتي بقى عشان يتعشوا بدل ما يفطروا. دول ولا تعشوا ولا فطروا، ما كلوش حاجة من امبارح. الأخت خبطت على كتف أخوها وبصت له بصة كأنها عايزة تقوله: والله أنا قلبي واكلني وقلقانة، بس ما تقدرش تقولها. كل اللي قالته له: صباحيا بركة وربنا يفرح قلبك. وباست العروسة وباست أخوها وخدت الأم ونزلت. وهي عند الباب البنت بتودع أمها، وأخته خرجت خطوتين ورجعت تاني بالراحة كده. بعد ما راحت لباب الأسانسير وسابتهم رجعت تقول لأخوها حاجة. لقيت الأم بتقول لبنتها: كل ما تشوفيه دوري وشك عنه،
اوعي تبصي في عينيه، فهماني؟ والبنت بتقول لها من ساعة ما شفته وانا خايفة يا ماما. زي ما قلتلك رجعت تاني لورا من غير ما ياخدوا بالهم، وقعدت تفكر في الكلام، والأم جت ونزلوا، وطول طريقها وهي بتفكر يا ترى بتوصيها كل ما شفتي مين بصي في الأرض وما تبصيش في عينيه. ومشيت وروحت ودعت لأخوها ربنا يعينه ويساعده، واتصلت بيه بالليل واطمنت عليه ولقيته مبسوط وقال لها الحمد لله ربنا هداها وكل شيء تمام. طب مبروك مبروك. وعدى يوم واثنين وثلاثة و10 وأسبوعين وثلاثة، وأخوها كل يوم مبسوط أكتر من اليوم اللي قبله. وخرج زيارة عند إخواته واتجمعوا في شقة أبوهم ولقيوه مبسوط، ولقيوا العروسة كمان مبسوطة. ورجع بعد شهر قال لها أنا قلقان. ليه يا أخويا يا حبيبي؟ تعالى نتكلم جوه. كانوا في زيارة بيت أبوه وخدته ودخلت بيه الأوضة. قال لها بتبقى كويسة وعادية وفجأة يتقلب حالها وتبقى متبرجلة، وعينيها تفضل على الشباك وعينيها تفضل على الباب، وأحيانا ألاقيها مسكت الموبايل واتكلمت بصوت واطي. قالت له أكيد بتتكلم مع أمها يا مع واحدة صاحبتها، ما انت عارف بقى عروسة بتحب تحكي، وأكيد أمها وأخواتها بيوحشوها. طيب بس أنا قلبي حاسس إن في حاجة في حياتها مخبيها عليا. الحاجة دي اللي بتخليها على طول تنقلب من حال لحال، وبعد الفرحة بيبقى حزن، وبعد الضحك والفرفشة بيبقى سكوت وهم ونكد. هحاول أسألها. لا ما تسأليهاش عشان ما تقولش إني حكيت معاكي في حاجة. حاضر اللي يريحك. لكن ما قدرتش، وكلمت مع أم البنت وقالت لها نفس الكلام، والأم قالت لها وبعدين معاكم سيبوهم في حالهم، البنت لسه ما خدتش عليه ولا على جو الحياة الزوجية، شوية كده وشوية كده. وسكتت. لكن أخوها اتصل بيها وقال لها شو قلتلك في حاجة مش مظبوطة بتحصل في بيتي. في ايه؟ قال لها طلباتها كتير قوي، وكل ما اجي اجيبها تقول لي لا اطلبها والبواب يطلعها. ايه السر في كده؟ مش عارف. افتكرت نظرات البواب لأم البنت ونظراته ليها ونظرات الأم اللي بدلتها له. ما قدرتش تتكلم ونزلت وراحت لمين؟ للي عرفتها على العروسة دي، بنت جيرانهم. هي كانت تتمنى بنت جيرانهم، لكنها كانت مرتبطة، وقالت لها هرشح لك واحدة صاحبتي. وسألتها وحكت لها اللي بيحصل، وقالت لها الغباء كله دلوقتي في تصرفاتها وتصميمها ان الطلبات الكتير البواب هو اللي يطلعها. واخويا بيقول انها احيانا بتطلب الحاجات دي وهو بره، وتخلي البواب برضو يطلعها. البنت اتبرجلت وقالت لها بواب؟ فين البواب ده؟ قالت لها عند شقتهم اللي في الزمالك. وصفي لي البواب. وصفته لها. قالت لها يا نهار اسود، اهو ده اللي انا كنت خايفة منه. مرة جاية نكمل حكاية البنت والبواب، والحكاية اللي خرجناها من أورال. إذا أعجبتك الحكاية فلا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل حكاية من حكاياتنا، حكاية ورا كل بيت.